السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة كريم فاميلي، يا رب دايما تكونوا بخير. قصة روح جدي وعن الأرواح الشليلة في المكان والبيت، عن روح واحد اتقتل. فقصة جديدة النهاردة، يا رب تعجبكم. وقبل ما نبدأ نكسب حسنتين مع بعض، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بيقول القصة بتقول بيقول صاحب القصة: كنت في يوم عادي تعبان من المدرسة، روحت البيت وكان أهلي راحوا عزا حد قريبنا من الأرياف. كنت ما عرفتش أروح معاهم لأن في المدرسة في تالتة ثانوي الشهادة، وطبعا كان في حصص مهمة لازم أحضرها، ما قدرتش أروح معاهم العزا. فهم راحوا. روحت البيت، وبيتنا في حتة مقطوعة كمان، فنمت من التعب وصحيت دخلت الصالة لقيت جدي قاعد بيتفرج على التلفزيون. قلت له اعمل لك اكل معايا، ما ردش. قلت يمكن ما سمعش عشان سمعه تقيل، فروحت عليت صوتي فشاور لي براسه ان هو لا يعني مش عايز. فرحت المطبخ سخنت الاكل اللي امي كانت سايباه في التلاجة ليا وكلت، وقلت لجدي اعمل لك شاي معايا، شاور براسه لا. فدخلت اذاكر من التعب شويه ونمت على نفسي، لقيت جدي بيصحيني من غير ما يتكلم، بس هو بيهزني صحاني. فقمت غسلت وشي ورجعت اذاكر تاني عشان الامتحانات قربت. لقيت صوت عالي والناس بتزعق، ودي غريبة لأننا عايشين في حالنا مش بنكلم حد، وقليل اللي بيجي يزورنا، وكمان في حتة مقطوعة. طلعت قلت يمكن حرامية تهجموا على جدي. طلعت لقيت ناس غريبة جدا ولبسهم غريب، في ناس وشها منور قوي وناس وشها اسود قوي. والناس دي بيتخانقوا مع بعض بالكلام غريب، انا مش فاهم بيقولوا ايه، وكلام غريب مع بعض. وكمان جدي لقيته بيتخانق معاهم بكلام غريب. فانا قلقت من الموضوع، بيتخانقوا معاهم. فحاولت اهدي فيهم، ما فيش بيتخانقوا. جيت احجز بينهم، جدي زي اني خبطت في الحيطه وراسي جاب الدم. لقيت كلهم مره واحده سكتوا وبصوا عليا والدم بيشر مني ومن راسي. وجدي باصص ليا وضحك، وبعدها قال لهم كلام غريب مش مفهوم. وكلهم اتلموا حواليا على شكل دايرة، وخد كل واحد منهم شوية دم من راسي المفتوحة وعاص بيها وشه وإيده. كلهم جابوا الشلة دي اللي هي مكان بنولع في النار عشان نتدفى. وقدوها نار، وقعدوا يصرخوا ويصوتوا ويلفوا حواليا، حوالين الشالية وحواليا. والغريب انهم بيحطوا ايديهم في النار ما يحصلهمش حاجة، عمالين يلفوا حوالين النار وياخدوا دم من راسه ويصوتوا وصرخوا. وبيصرخوا وبيصوتوا بكلام غريب ومش مفهوم، وانا اقول لجدي الحقني وهو ساكت بيشوفهم وساكت. لحد لما حصلت المفاجأة، النور طفى، شغلت كشاف موبايل ابص على الناس الاقي اشكال غريبة: جسم حيوان ورجلين حيوان وراس انسان. في ناس لهم جناحات وناس لا. شفت المنظر قلبي وقف، بصيت على جدي لقيته زيهم، رجول حيوان وراس انسان وجناحات بترفرف. وجريت على اوضتي مرعوب من الموقف، وقفلت الباب بالمفتاح والترباس. قعدوا يخبطوا على الباب ويخربشوا جامد علشان يكسروه، لان كنت قفلت الباب وصرخت جامد والكلام ويصرخوا جامد عليا والكلام مش مفهوم. بحاول من الرعب خفت أوي، رحت حطيت أي حاجة لقيتها في الأوضة ورا الباب، وحاولت أقفل الباب على قد ما أقدر جامد وبالترباس، وحطيت أي حاجة أقدر أحطها ورا الباب عشان ما يقدروش يدخلوا عليا ويفتحوا الباب. وكمان قعدوا يصرخوا جامد وكلام مش مفهوم، كسروا حتة من الباب، اترعبت منهم. جه في دماغي ان انا اشغل القرآن من الموبايل، شغلت القرآن، فجأة الصوت هدي واختفوا من عند الباب. سبت القرآن شغال لحد ما البطارية التليفون فصلت، ولما فصلت رجع الصوت تاني يصرخ وكلام ملوش معنى، ومش فاهم هما بيقولوا ايه. ومش فاهم، بحاول افهم هما بيقولوا ايه، مش فاهم. فاحاول اجرب، مفيش اي حاجة. طب اعمل ايه؟ مش هلاقي حل. فقعدت لما البطارية التليفون فصلت، قعدت احاول ان انا اقرا القرآن اللي انا حافظه من دماغي. قعدت اقرا القرآن لحد ما الصوت هدي تاني برضو. حصلت المفاجأة مرة تانية، لقيت جرس الباب بيرن وسمعت صوت ماما وبابا اخواتي بينادوا افتح لهم. لانهم نسوا المفتاح بالبيت. لقيت الناس اللي بتصرخ بتقولي جايين لك بكرة والدم مردود بالدم والنار هنجيلك بكرة استنانا. واختفوا. وبعدها جريت افتح الباب لاهلي، لقيتهم بيزعقوا وان اتاخرت عليهم ولقوا راسي كلها دم. امي سالتني حصل ايه مالك، حكيت لهم اللي حصل. قالت لي جدك مين؟ قلت لها جدي حامد ابوكي. ابوك يا ماما؟ قالت لي هو انت نسيت انه ميت من 20 سنة واننا دفناه، اللي هو كان ميت مقتول هنا في الصلاة. وانا خدت الصدمة التالتة ان فعلا نسيت ان جدي كان ميت مقتول من 20 سنة في الصالة.
طب ازاي انا نسيت الكلام ده كله؟ وازاي انا كان بيكلمني ومين الناس دول ومش عارف، انا خايف يجوا بكره ليا، وايه الكلام الغريب اللي بيقولوا ليا؟ الدم بالدم، ازاي والنار بالنار ازاي والطار بالطار ازاي؟ هو انا عملت ايه بجد؟ واشمعنى انا اللي حصل معايا ده؟ وازاي فعلا نسيت ان جدي اتقتل؟ غريبة. قلت يمكن من التعب، اللي انا كنت تعبان طول اليوم ومواصلات ورايح المدرسة وجاي من المدرسة، وكنت سهران بذاكر قبلها قبل ما اروح المدرسة، فيمكن تعب، بس مش لدرجة ان انا اتعورت. انا فعلا اتعورت. طب ايه اللي عورني؟ فانا مستنيهم بكرة وخايف هيعملوا معايا ايه بكرة. انا مرعوب جدا. ودي اخر كلام الكاتب، وان شاء الله نكمل لكم الجزء الثاني ان شاء الله تعالى. قولوا لنا رايكم في القصه ومحتاجين نكملها. وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، لان ده بيساعدنا ان احنا نتطور ونطلع لقدام. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تنسوش الاشتراك. باي.